تخيل معايا فقتي الصباح باش تقلب على الصور ديالك. وفي وسط التقلب هذا ضاعت لك 30 ثانيه بالضبط، وفي هذيك 30 ثانيه مشى عليك الترونسبور اللي كنتي غتركب فيه ودار حادث، ولا ربما خلاتك تتلاقى مع واحد الشخص اللي غيبدل لك حياتك كامل. واش عمرك فكرتي باللي ابسط حاجه كديرها دابا تقدر تبدل المسار ديال حياتك كامله ولا بلا؟ هذه القناه ديالي اكرم فويد. اليوم غادي نهضروا على تاثير الفراغ. حنا كنشوفوا حياتنا روتين ممل وتفاصيل عاديه، ولكن في العمق اي قرار كتاخده هو شراره لشي حاجه كبيره بزاف. ما كيبان الاثر ديالها غير من بعد سنين. مثلا نهار كتقرر تشري شي منتج من عند مقاوله مغربيه صغيره عوض ما تشري من شركه عالميه كبيره، هذا القرار كيبان لك بسيط، ولكن فكر فيه بعمق. هذه الحركه هي اللي كتعاون ديك الشركه باش تكبر وتخدم الشباب وتخلص ضرائب اللي غتبني مدارس ومستشفيات في المستقبل، وفي الاخر تقدر تبدل اقتصاد بلاد كامل. هذه هي التبعيه الحساسه للظروف الاوليه، يعني تغيير صغير في البدايه كيساوي انفجار في النتائج. وهنا كنوصل للسؤال اللي كيحير كاع العلماء والفلاسفه: واش حياتنا غير صدفه ولا كلشي مسطر بدقه وحنا غير كننفذوا؟ واحد السلسله اللي بدات قبل ما نتولد من منظور نظريه الفوضى او لا كاوس ثيوري. الكون ما فيهش عشوائيه، كاين غير روابط معقده لدرجه ان العقل البشري مازال ما وصلش لفهمها كامله. انت دابا بالقرارات اللي كتاخذ كترسم واحد السكه اللي غيمشي عليها مستقبل ومستقبل ناس اخرين بلا ما تحس. باش كتختار تقرا شي كتاب اولا تتعلم شي مهاره ولا حتى تبتسم في وجه واحد براني، انت كتطلق موجه غتضرب في بلايص بعيده بزاف. انت ماشي مجرد رقم، انت محرك. الواقع كيتغير مع كل رمشه عين. في الاخر كيعلمنا تاثير الفراشه اللي ما كاينش حاجه سميتها قرار صغير. حياتك اليوميه هي عباره على كاع القرارات اللي خديتي البارح. غنخليك واحد السؤال اللي هو: شنو هو التاثير ديال القرارات ديالك على العالم؟ خلي لينا في لي كومونتير شنو هو القرار البسيط اللي خديتي وبدل لك حياتك. ما تنساش دير ابوني، دير لايك باش تعاود تشوفنا مره واحده اخرى.